اللي طلعوا مصر من دينها، اخناتون ونفرتيتي، اشهر قبل ملوكي مصري قديم. اخناتون اللي غير ديانة اجداده، ده حتى عاصمة مصر نقلها من طيبة لتل العمرنة اللي حتى اسمه مهنش عليه، وغيره من امنحتب لاخناتون اللي معناه مفيد لاتون. اخناتون كان اخ على 4 بنات، وليه اخ واحد اكبر منه، واتقال انه كان شريك ابوه امنحتب الثالث في الحكم في اواخر ايامه. لكن بعد وفاة الحاج كمل اخناتون كل اللي بدأه ابوه كأي ابن بار، وفي اخر اول سنة من حكمه قال لك لا بقى والله لا كمل نص ديني، فاتجوز نفرتيتي الجميلة. ولكن بعد 5 سنين من حكمه يتشقلب حاله، تقولش معمول له عمل ويغير كل حاجة. ومش بس كده، ده ياخد نفرتيتي وبناته ال6 ويطلع بيهم على الصحراء، ويقول لك هنا هبني مدينتي الجديدة، ويطلع في الناس ويقول لهم من النهارده مفيش آلهة كتير، هو إله واحد بس، آتون إله الشمس. ونفرتيتي دي مش مراتي وبس، دي كمان شريكتي في الحكم. فين هيبتك يا ملك؟ لا وغير كده كمان يظهر في النقوش كأي أب عادي بيلاعب بناته. استغفر الله العظيم، ده خرج بره الملة خالص. وبالرغم من حب اخناتون لنفرتيتي إلا إنهم ينفصلوا بعد ما ماتت واحدة من بناتهم ال6، وتخرج نفرتيتي غضبانة وتقول والله ما عايش معاه في قصر واحد، وهكمل حياتي في قصر بعيد عنه خالص. يسكت اخناتون أبدا، يتجوز واحدة من بناته ويمسح اسم نفرتيتي